خبر عاجل وتصريح مثير جدا للجدل انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل، وهو تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث فيه عن إيران ومضيق هرمز، ويحمل في طياته تهديدات قوية جدا. دعونا نتوقف قليلا عند هذا التصريح ونحاول أن نفهم ما الذي يعنيه، وما هي الرسائل السياسية التي يمكن قراءتها بين سطوره، وما التأثير كذلك المحتمل لمثل هذا الكلام على المنطقة والعالم. في هذا المنشور الذي ترونه قدامكم يقول ترامب بشكل واضح: إذا قامت إيران بأي شيء يعرقل تدفق النفط عبر مضيق هرمز فإن الولايات المتحدة ستضرب إيران بعنف أكبر ب20 مرة مما حدث سابقا. ليس هذا فقط، بل يضيف أيضا أن الولايات المتحدة قد تستهدف مواقع يعتبرها سهلة التدمير، بحيث يصبح من الصعب على إيران إعادة بناء قدراتها مرة أخرى كدولة. وهذا الكلام بطبيعته ليس مجرد تصريح عابر. عندما يصدر من مثل هذا الكلام أو هذا التهديد من رئيس دولة عظمى مثل الولايات المتحدة، فإنه يحمل رسالة سياسية وعسكرية واقتصادية في الوقت نفسه. أول رسالة واضحة هي أن واشنطن تعتبر حرية الملاحة في مضيق هرمز خطا أحمر لا يمكن تجاوزه. ولكن لماذا مضيق هرمز تحديدا مهم إلى هذه الدرجة؟ لأن مضيق هرمز هو واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. نسبة كبيرة من النفط العالمي تمر عبر هذا المضيق يوميا، ملايين براميل النفط خاصة القادمة من دول الخليج مثل السعودية والإمارات والكويت والعراق. فأي توتر أو إغلاق محتمل لهذا المضيق يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط، وبالتالي يؤثر على الاقتصاد العالمي بأكمله. لهذا السبب عندما يتحدث ترامب عن أن الولايات المتحدة سترد بقوة إذا حاولت إيران تعطيل تدفق النفط، فهو في الحقيقة يرسل رسالة ليس فقط لإيران بل أيضا للأسواق العالمية والدول الكبرى التي تعتمد على الطاقة القادمة من هذه المنطقة. النقطة الثانية المثيرة للاهتمام في هذا التصريح هي عندما يقول إن هذا الأمر يعتبر هدية من الولايات المتحدة إلى الصين والدول التي تعتمد على مضيق هرمز. هنا يحاول ترامب أن يقدم الولايات المتحدة على أنها الدولة التي تحمي طرق التجارة العالمية وتضمن استمرار تدفق الطاقة. لكن في المقابل يمكن أيضا قراءة هذا الكلام بطريقة مختلفة، فالبعض يرى أن مثل هذه التصريحات قد تزيد التوتر بدلا أن تخففه. فعندما ترتفع لغة التهديد إلى هذا المستوى فإن ذلك قد يدفع الطرف الآخر إلى الرد أو التصعيد السياسي على الأقل. إيران من جهتها لطالما قالت إنها لن تبدأ بإغلاق مضيق هرمز، لكنها في الوقت نفسه لوحت في أكثر من مناسبة بأنها قد تستخدم هذا الخيار إذا تعرضت لضغوط أو هجمات كبيرة. لذلك يبقى هذا الملف دائما واحدا من أكثر الملفات حساسية في الشرق الأوسط. هناك أيضا جانب إعلامي مهم في مثل هذه التصريحات. دونالد ترامب معروف بأسلوبه المباشر والقوي في الحديث خصوصا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كثيرا ما يستخدم عبارات حادة جدا لجذب الانتباه وإيصال رسالة سياسية واضحة. لكن في عالم السياسة الدولية الكلمات أحيانا قد تكون بنفس خطورة الأفعال. تصريح واحد قد يؤثر على الأسواق وقد يثير مخاوف من احتمال حدوث مواجهة عسكرية أكثر حدة. إذا تخيلنا السيناريو الأسوأ، أي مواجهة عسكرية حادة مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، فإن تأثير ذلك لن يكون محصورا فقط على المنطقة، بل الشرق الأوسط بالفعل هي منطقة مليئة بالتوترات والصراعات، وأي صدام كبير أو حاد أكثر قد يؤدي إلى سلسلة من الأحداث التي يصعب التنبؤ بها. كما أن دول أخرى قد تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر، لأن ارتفاع أسعار النفط واضطراب التجارة العالمية وحتى احتمال توسع الصراع ليشمل أطرافا أخرى في المنطقة يؤدي بهذه المنطقة إلى الاختناق.
لكن في نفس الوقت يجب أن نلاحظ أن مثل هذه التصريحات لا تعني بالضرورة أن الحرب لن تتوقف. في كثير من الأحيان تستخدم الدول لغة التهديد كجزء من استراتيجية الضغط السياسي. الهدف قد يكون ردع الطرف الآخر ومنعه من اتخاذ خطوات جريئة معينة. بمعنى آخر، قد يكون الهدف من هذا الكلام هو إرسال رسالة قوية لإيران مفادها: لا تفكروا حتى في تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، لأن الرد سيكون أقسى بكثير. وهنا يأتي السؤال المهم: هل تؤدي مثل هذه التصريحات إلى تهدئة الوضع أم إلى زيادة في التوتر؟ الإجابة ليست بسيطة. بعض الخبراء يقولون أن الردع القوي قد يمنع التصعيد، بينما يرى الآخرون أن التصريحات الحادة قد تجعل الوضع أكثر حساسية وخطورة. في النهاية، السياسة الدولية ليست فقط صراع قوة عسكرية، بل أيضا لعبة رسائل وإشارات، وكل تصريح وكل خطوة يتم حسابها بدقة، لأنها قد تؤثر على توازنات كبيرة. ما يمكنه قوله أن مضيق هرمز سيبقى دائما نقطة حساسة في الجغرافيا السياسية للعالم، طالما أن جزءا كبيرا من نفط العالم يمر عبر هذا الممر الضيق، فإن أي توتر حوله سيجذب اهتمام العالم كما هو حاصل الآن. وبالنسبة لتصريح ترامب، فهو يعكس رؤية تعتبر أن الولايات المتحدة يجب أن تظهر قوة واضحة لحماية مصالحها ومصالح حلفائها، وكذلك لضمان استقرار تدفق التجارة العالمية. لكن يبقى الأمل دائما أن تبقى هذه التصريحات في إطار الكلام السياسي فقط، وألا تتحول إلى مواجهة عسكرية حقيقية، لأن أي صراع كبير في هذه المنطقة سيدفع ثمنه الجميع. في النهاية، العالم اليوم مترابط اقتصاديا وسياسيا بشكل كبير، وأي أزمة في منطقة معينة قد تؤثر على دول بعيدة جدا عنها. والآن سؤال لكم أيها المشاهدين: هل تعتقدون أن مثل هذه التصريحات القوية تساعد في منع هذه الصراعات، أم أنها قد تزيد التوتر وتدفع الأمور نحو التصعيد؟ اكتبوا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا دعم الفيديو بالإعجاب والاشتراك في القناة لمتابعة أهم الأخبار والتحليلات السياسية أولا بأول.